اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا، هنالك سؤال من الليلة الماضية أو الليلة اللي قبلها، كانت من الأخ مشاكس. يقول: ما رأي مولانا الشيخ بالعشرة المبشرين بالجنة؟ ثاني يخرب بيوتهم. أنا كرهت رقم 10 بسببه، كرهت. يا سلام، 10 المبشرين بالجنة ده اللي بشرهم النبي بالجنة فعلا، مش عدوهم في 10. شفت البلاء؟ يعني اللي الرسول بشرهم بالجنة لم يعدوه، يعني كانوا قالوا 15 20 25 وعدوا يعني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مش عدوه. الجنة تشتاق إلى 4، علي منهم، علي منهم، علي منهم، هكذا يقول النبي 3 مرات يكرر عليه، وسلمان وعمار وبلال. ما عدوش. على فكرة علي اللي معدود عندهم مش علي بتاعنا، ده بتاعهم هم، مش بتاعنا. احنا بتاعنا اللي يمكن يكون رقم 4. لا، ده إمامنا رقم 1 مكرر، مش رقم 2. يعني محمد 1 وعلي 1 مكرر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالله يلعنهم هم وعشرتهم، الله يلعنهم هم وعشرتهم. طيب ايه يا سيدي ال10 المبشرين بالجنة؟ اسمع بقى، اسمع العجائب بقى. يقول لك النبي صعد المنبر، والله ما حصل، والله الذي لا اله الا ما حصل، كذب وافتراء على رسول الله. يقول لك صعد المنبر وقال ايه؟ ابو بكر في الجنة. ضمرت ايه؟ ضمرت ايه ابو بكر في الجنة؟ ليه؟ فوضى ولا ايه؟ هي زريبة؟ طب الزريبة هم دخلوها، طب والجنة مالها؟ الجنة مالها وما الموضوع؟ ابو بكر في الجنة. لا، شوف النيلة السوداء اللي جاية، عمر في الجنة. يخرب بيته، يخرب بيته في الجنة. ازاي؟ ازاي؟ مش ينفع، مش ينفع خالص، لا ينفعش. طيب عثمان، عثمان في الجنة. يخرب بيتك يا عثمان، وبيت الإجابة. عثمان، عثمان في الجنة. طب ازاي؟ طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كلها وعلي في الجنة. طيب وسعد ابن ابي وقاص في الجنة، لا اله الا الله. وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة والزبير في الجنة. هذه المصيبة السوداء. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وابو عبيدة في الجنة. ادي يا سيدي ال10، الله يلعنهم وعشرتهم. نعم، قل للمشاكس ذلك.